السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علي. النهاردة هنعمل آيس كريم حلو جدا، يا رب يعجبكم. بس أول حاجة تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. أول حاجة بقى معانا هنا بسكوت، بنجيب من أي محل بيبيع آيس كريم. وهنا معانا كريم شانتيه. وهنا معانا كوباية لبن بس متلج، لازم يكون اللبن متلج. وهنا برضو معانا معلقتين سكر. وهنا بقى اللي هنزينه بيها. معانا هنا بسكوت، ومعانا هنا برضو بسكوت مطحون. ومعانا هنا شوكولاتة، شوكولاتة شيبس. أول حاجة هنا بقى هنجيب السكر، هننزل بيه. بعدين هنجيب الكريم شانتيه، ننزل بيه. باللبن. ونخلي معاه شوية لبن لو احتاج. لحد لحد ما تتقل معايا كده. شوفوا معايا ازاي. بصوا حبايبي كانت معايا ازاي. ده القوام عايزينه. شوكولاتة بالمانجا لو حابين، مش حابين اللي انتوا هنزل بيها. ده كيس هنا معايا كيس تلاجة عادي عشان أعبي فيه الكريمة، عشان أحطها في البسكوت ده. هنجيب كيس كده، بنعبي الكريمة اهي. الكريمة قوام تقيل قوي، حلو جدا. وهنا بقى البسكوت هنا برضو برصه عشان احطه في الفريزر وهو كده اهو. وهنا بقى هنجيب شوكولاتة الشيبس، نحط في كل واحدة 5 وحدات كده. معانا الكريمة اهي. ببدأ أعمل البسكوت كله كريمة، شايفين اهو. سهلة وممكن أي طفل في سن يعملها لوحده اهو. اسمع، هنحطهم في الفريزر بقى نص ساعة وارجع لكم. هنا بقى كان معانا شوية كريمة فاضلين من الكريمة التانية. وهنا هحط طبقة من البسكوت
المتفرفت هنا فوق، وهنحط شوية هوكلي تشيبس. دلوقتي بقى دي بعد ما جمدت شوية اهو حطيتها في الفريزر. بالنسبة لدي هاخدها كده، بالنسبة لدي هاخدها كده اغمسها بشوكولاتة واشيلها على طول عشان كده ما تقعش. وانا اغمسها بدي بس اهي. وبالنسبة لدي هاخدها احطها في دي على طول واشيلها وهحطها هنا اهي. اهي ونعمل برضو نفس اللي عملناه اهي. اهي هنجيب دي برضو برضو اهي. نعمل دي اهي. وبعدين بقى نغمسها بدي برضو زي ما قلنا اهو. اهي نحطها كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده دي الشوية اللي كانوا فاضلين معايا زينتهم بالبسكوت كده وشكلها جميل اهي. اهي شكلها بقى حلو جدا اهي. ودول برضو اهو. هنلاقي بقى كمان شوية في الفريزر وهنبدأ ندوق. طعمها حلو أوي وهتعجبكم، يا ريت تعملوها وتعجبكم جدا، حاجة حلوة جدا تعملوها. شايفين شكلي عامل ازاي؟ الفيديو اشتركوا في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.